أهلا بيكم في قناة وصفة من دهب. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض المكرونة بالبنجر. فكرة جديدة بس تحفة. لازم كده من وقت للتاني نغير ونحاول نعمل أكلات جديدة بشكل مختلف عشان تفتح نفسنا. وكلنا عارفين فوائد البنجر قد ايه كتيرة جدا، فنحاول ندخل البنجر في أكلاتنا بطريقة مختلفة عشان نحبه وولادنا كمان يحبوه. النهاردة هنعمله بتتبيلة حلوة جدا هتخليه شبه الأندومي علشان خاطر ولادنا يحبوه ياكلوه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولي رأيكم في الكومنتات. ومن فضلكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا نعمل المكرونة. عندنا هنا كوباية من المكرونة، اي شكل واي نوع اللي تحبوه. والتوابل عندنا ملح وفلفل اسود وتوابل لحمة وحبة من جوز الطيب ووحدتين من الحبهان ولوري. وعندنا هنا معلقة من الزبدة وحبة كده من الفلفل اي نوع عندك وتومتين 3 كده والبنجر. بس كده، مش محتاجين حاجة تاني. في حلة بقى على النار عشان نسلق المكرونة هنحط فيها الحبهان واللوري ونستنى لما المية تغلي ونحط المكرونة. تمام. هنقلبها كده تقليبة بسيطة وبعدين نسيبها لحد ما تتسلق، مش هتاخد وقت كتير، يعني ممكن 5 دقايق او 7 دقايق بالكتير وتتسلق. هنصفيها في مصفى ونسيبها بقى على جنب لحد ما نكمل بقية المكونات. وفي حلة تانية على النار هنبتدي نسلق البنجر. تمام، عشان كله يستوي مع بعض، وهو كمان انا مقطعاه صغير قوي فمش هياخد وقت برضو، يعني في نفس الوقت اللي المكرونه هتتسلق فيه هو كمان هيتسلق. وهنا اهو بعد ما اتسلق بوريهولكم. تمام. وهاخده اضربه في الخلاط عشان يبقى عامل زي الصلصه بالظبط. وفي الوقت ده هبتدي بقى احضر التتبيله بالثوم بتاعه المكرونه. في طاسه بقى على النار هحط الزبده واكون حاطه معلقتين زيت زيتون او زيت عادي زي ما انتوا عايزين. يا دوبك بس كده يسخنوا شويه وهروح نازله بالثوم على طول. ومش عايزين التوم يتحمر عشان ما يمررش. هي تقلبتين بسيطة كده وهروح نازلة بالفلفل. اي نوع بقى الفلفل زي ما قلت لكم، عندك فلفل كوبي عندك فلفل الوان. مش شرط، يعني هو الفلفل بس لمجرد الطعم مش اكتر من كده. تمام. هنقلبه كده شوية ومش هنخلي الفلفل يستوي على الاخر، يعني يا دوبك تقليبة بسيطة. وهنا بعد ما ضربنا البنجر في الخلاط هنجيبه بقى نحطه على الفلفل وبعدين نحط التوابل. تمام، اللي هي الملح والفلفل الاسود وجوز الطيب وتوابل اللحمه عشان احنا عايزينه بطعم اللحمه. تمام. اللي عايزه بطعم الفراخ يحط حاجه الفراخ. وبعد ما تتسبك زي ما انتم شايفين كده وتشكشك زي ما بيقولوا هنحط المكرونه. بس كده يعتبر طبقنا خلاص، يعني هنقلب بقى المكرونه وريحتها بقى في الوقت ده كانت طالعه جميله والله يا جماعه. تحفة وطعمها جميل جدا جدا جدا. والتتبيلة اللي احنا عاملينها دي مخليها شبه الاندومي. وهتاكلوها وتدعوا لي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي رأيكم. وبالهنا والشفا، مع الف سلامة.